هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو دون انا هعرفكم عن نفسي عشان جالي كومنت، وعاده لما بيجيلي كومنتس بقعد احضر لها وافكر فيها اتكلم فيها عن نفسي، بس اعرفكم عني اكتر، فلو انا مين واسمي ايه وليه انا هنا على اليوتيوب وبعمل ايه في حياتي، وكل ده في الفيديو ده. ما تنسوش سبسكرايب على قناتي كريمه لايف ستايل مهتمه بالفاشن والميك اب، ويلا بينا نعرف عني اكتر. جالي كومنت من ندى رأفت بتقول ممكن تعرفينا عنك اكتر. حقيقه انا قعدت افكر هو انا ممكن لو اعرفكم عني والناس اللي بتشوفني لاول مره او الناس اللي بدات تتابعني بس برضو لسه مش عارفه عني حاجات كتير، ممكن اقوله يخلي الناس اللي بتشوفني تبقى حابه انها تتعرف عليا او اللي هم محتاجين يعرفوا عني. كده شويه اسئله وهقولها معاكم، ولو ما جاوبتش على كل الاسئله لان طبيعي هيقع مني حاجات فاكتبوا لي في الكومنتس وهعمل لكم فيديو تاني ارد فيه على اسئلتكم اللي انا ما ردتش عليها في الفيديو ده. فيلا بينا. اسئله انا كتبتها هنا عشان احط ده قدامي واخد الاسئله دي واحده واحده. فاول سؤال، اسمي ايه؟ انا اسمي كريمه، بتاعي هو كريمه لايف ستايل اللي موجود على اليوتيوب، كريمه 7060 على الانستجرام، كريمه 21 على اليوتيوب، وكوكي روز على الفيسبوك، وكريمه على التيك توك. ده اسمي وانا طالعه على كل السوشيال ميديا اسمي الحقيقي، مش عامله اي فيك نيم او اي نيك نيم، او طالعه باسمي الحقيقي على كل السوشيال ميديا. تاني حاجه، منين؟ من مصر، عايشه في مصر، وده المكان اللي انا اتولدت فيه وعايشه فيه. عندي كام سنه؟ مش بحب اجاوب على السؤال ده عشان خاطر ممكن اعدي، يعني ناس بتبقى حاطه ريت معين ممكن اعديه او ممكن اقل عنه، فاكتبوا لي كده انتوا تخمنوا انا يعني ابقى كام سنه. ولو لقيت فيه كومنتس كتير قوي وناس كتير قوي عايزه تعرف انا عندي كام سنه، هقول لكم انا عندي كام سنه، بس الكومنتس لازم تبقى كتير قوي لان دي مش حاجه بنطلع نقولها عادي كده. فحد مهتم اكتبوا لي في الكومنتس. برجي ايه يا جماعه؟ انا برج القوس. انا شخصيه بتحب المغامرات جدا، بتحب السفر جدا، بتحب تعرف على ناس جديده، بتحب تعمل حاجه مش روتينيه ولا ممله، بحب كل يوم اعمل حاجه مختلفه، اكل اكله مختلفه، اتعرف على ناس جديده، بحب اسافر قوي، بحب اغير لبسي كل مره، اغير على طول في لبسي، اغير في شكلي، اغير في ستايلي. فانا شخصيه بتحب المغامره جدا وبتحب التغيير جدا، مش روتينيه خالص. فيعني لو حد برج القوس او حاجه برضو اكتبوا لي في الكومنتس، وهل انتوا بتحبوا كده زي بتعملوا الحاجات الغريبه دي ولا ايه؟ فانا بحب قوي اغير على طول وما ابقاش روتينيه وما اعملش الحاجات اللي بعملها دايما، يعني بحب اغير جدا. ايه اكتر حاجه الناس تعرفك بيها حاليا؟ هو انا لسه بدات اتعرف الحمد لله، وبدا يبقى في كومنتس وبدا في ناس تبقى بتسالني، بس لسه مش عارفه قوي الناس ممكن تبقى عارفاني بايه. ممكن هاديه، فمتهيألي مش عارفه، بس اكتبوا لي برده في الكومنتس اول مره شفتوا فيديو ليا ايه الانطباع اللي انتوا وصل لكم عني. طيب الفقره الثانيه هي اني هوصف نفسي بكام كلمه. هوصف نفسي باني بحب المغامره قوي، مش روتينيه خالص، بحب اتعرف على ناس جديده، بحب اطور قوي من نفسي، يعني مكان شغل او في حاجه بعملها حتى في حياتي ليفل عالي فيها ده ممكن يخليني اسيبها. يا جماعه انا دايما لما بتكلم مع اصحابي بقول لهم طول ما انا مستقره واللي انا بعمله هو بقى عادي، وبدل ما بقى حاجه فيها تشالنج ليا بقيت روتينيه، ده بيخليني اسيبها على طول. والانطباع الاول عني ما بيديش خالص كده، اللي يشوفني مش ممكن اول يتخيل ان انا كده، بس انا كده جدا. اكلات او الوان، بحب الفرايز، البطاطس محمره قوي، بحب اشرب نسكافيه كتير جدا، انا بحب اكل فشار كتير قوي قوي عشان هو بيشبعني في نفس الوقت مش بيدخلني، عشان انا بهتم قوي بموضوع ان جسمي يبقى فت دايما وما زادش عن الوزن. ما اقدرش استحملها الروتين. اكتر حاجه حرفيا ممكن تقتلني الروتين، الحاجات اللي كل يوم بتتعمل كل يوم نفس الشكل بالحذافير. بكره الروتين جدا. بخاف من ايه؟ بخاف قوي ان انا مثلا ابقى طبيعيه قوي وابقى اوبن مع حد، لان انا مش من الشخصيات ابدا اللي من اول قاعده تلاقيها اديتك كل حاجه، يعني تقول لك كل حاجه واللي حصل واللي فات. انا مش كده خالص، بحط حدود قوي مع اللي قدامي لحد ما اتعرف عليه، خدت عليه واطمنت له ببدا اتكلم عادي. فاكتر حاجه بخاف منها ان انا، لان انا مش بطمن بسهوله، فوانس ان انا اطمنت لحد وجيت بعد كده بعد ما اطمنت وبقيت اوبن قوي وبتكلم عادي، فالشخص ده عمل حاجه تضايقني، دي حاجه انا بخاف قوي منها ومش بغفرها خالص بسهوله. يعني هل انا بحب البيتس او بحب الحيوانات الاليفه؟ انا بعشق الحيوانات الاليفه، بحب جدا كل الحيوانات، بحب السلاحف، العصافير، الكلاب، القطط، النسانيس، بحب كل حاجه. اسمها جيلي، انا عندي بتاع مثلا 8 شهور، وبتحب دايما تلحس ايدي لما بكون حاطه كريم مرطب او حاجه، بتقعد دايما تلحسه لما في حضن بعض. فهتسالوني عندك جيلي بس؟ اقول لكم لا يا جماعه، انا عندي كمان قط ودي، بس ده قط معايا بقاله كتير قوي. القط ده معايا بقاله 4 سنين، فهو اتولد عندي وعايش عندي، هادي
في نفسه قوي، فانا بعشق دايما الحيوانات، بحبهم جدا. وممكن هجيب سلاحف، ممكن اجيب عصافير، ممكن اجيب نسانيس لو انا عندي المكان يسمح. اجيب حيوانات اكتر، انا بحب الحيوانات جدا جدا. اوكي، السؤال اللي بعد كده هو ايه اللي خلاكي تبداي تعملي محتوى؟ عندي وقت فراغ كتير، مش بشتغل، بكون لوحدي. في الاول كان عادي اوكي، بس بعد كده بدا يضايقني. اللي حط الفكره دي في دماغي لاول مره هي اختي، تعملي محتوى على اليوتيوب. فانا ضحكت قوي، قلت لها ازاي يعني، مستحيل لو انا اعمل حاجه زي كده. واديني يا جماعه اهو انا بعمل محتوى. عندي اختي كانت او عندي معلومات انا ممكن اشاركها مع الناس، ده ساعدني جدا ان انا اعمل محتوى. الفيديو انت فخوره بيه، انا عملت فيديوهات كتير قوي حلوه، بس حاسه ان انا لسه هعمل احلى واحلى. لحد دلوقتي مش حاسه ان انا عملت حاجه فخوره بيها يعني. بتحبي السفر؟ وايه اكتر بلد نفسك تزوريها؟ انا بعشق حاجه اسمها السفر، فكنت دايما بتفرج على ناس بتسافر وبتعمل فلوجز، وكنت بقول نفسي انا عايزه ابقى زيهم. كنت بتفرج بالقصد على ناس بتروح اماكن انا عايزه اروحها عشان اشوف الاماكن دي، فلما اروحها ما بقاش حاسه ان انا في مكان غريب، لان انا عارفه من جوايا ان انا هروح الاماكن دي. وبدات ان انا فعلا اسافر في اماكن جوه البلد، جوه مصر، جوه بلدي كانت جديده واستمتع بيها واعمل فلوجز فيها. فانتوا هتلاقوا عندي في الشانل فلوجز كتير قوي، لسه في اماكن كتير هسافرها، ولسه في حاجات كتير قوي هعرفها. ايه حلمك الكبير في السوشيال ميديا؟ يعني كأي حد بيبدأ يعمل محتوى على السوشيال ميديا اكيد عايز يبقى عنده فولورز كتير، ومش بس فولورز، لا هو بيبقى عايز ناس تكون حباه وتحب تتفرج عليه وبتستنى الفيديوز بتاعته ويكومنت معاه كأنه قاعد وسط اهله يعني، لان انا مفتقده الحته دي شويه. فانا لما جيت هنا السوشيال ميديا انا كانت نيتي ان انا اعمل اهل كتير، دايره كبيره قوي كلها ناس بتحبني، فاتمنى ان انا اوصل لده يوما ما. بشتغل ايه؟ انا بشتغل انجلش تيتشر، مدرسه لغه انجليزيه. ده شغلي اللي انا بعمله بره اليوتيوب، وده اللي انا بعيش منه. وانا بحب شغلي جدا، شغلي لذيذ، بتعلم منه كتير، بيفتح لي ابواب كتير، بتعرف فيه على ناس بروفيشنال قوي، ناس شاطره قوي، وناس لذيذه قوي. فانا بحب شغلي جدا، وده اللي انا بعمله بره اليوتيوب. على كل الاسئله اللي ممكن تكون في بال الناس ان هي حابه تعرفها عني، فلو انتوا عندكم اسئله تانية اكتبوا لي في الكومنتس وهجاوب لكم فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو ده عجبكم، ولو لقيت لايكس كتيره هعمل لكم بارت 2 وهجاوب فيه الاسئله اللي انتوا هتسيبها لي في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي.